طب بس تعالى اوريك بقى البروفيشنال بيعمل ايه. ادينا. اول حاجه، احنا بنتكلم هنا مش هنقول بقى ده الهانتر ولا الفارمر. اوكي. بس احنا هنا بنتكلم ان البروفيشنال سيلز هنا بيبقى عنده شويه حاجات. طبعا احنا اتكلمنا الاول عن السيلز عامل ازاي وادواره والكلام من ده، لكن دلوقتي ده الدور الوحيد اللي السيلز بيعمله، بس مش كل السيلز بيعملوه. في سيلز جايه كتيره جدا جدا بتشوف الحاجات دي مضيعه للوقت و... وعبط وهبل على فكره، يعني انا اسف في اللفظ يعني. بس لو جينا نتكلم في السوفت سكيلز مثلا بتاعت السيلز كلنا متفقين عليه. بس من ضمن السوفت سكيلز اللي دايما مش بتلاقيها عند كل السلزجيه، ايه هي؟ النيجوشيشن سكيلز. يعني ممكن تلاقيه شخص كوميونيكيشن سكيلز كويس، وشخص اللي بيعرف يتكلم كويس، والبرزنتيشن سكيلز كويسه بتاعته كويسه جدا، البرزنتيشن سكيلز كويسه جدا، بس ما بيعرفش لا يجيب بيعه ولا بيعرف يقفلها. ليه؟ علشان النيجوشيشن سكيلز واقعه منه. فالسوفت سكيلز محتاجه تتوازن، ومحتاج يعرف السيلز ده يبقى له دايما سيلز تيم ليدر او سيلز مانجر دايما يساعدوا عليها. ويا بخته اللي يعرف يكتشف في نفسه الحته دي فيرجع بيها لمديره، علشان مثلا هو يقوم بالدور اللي عليه لحد الليميت المعين بتاعه، وبعد كده يجيب حد يساعده يقفل معاه البيعه فيتعلم اكتر فاكتر فاكتر. من ضمن النيجوشيشن سكيلز اللي شفتها وقابلتها في حياتي، اهم حاجه فيها شفتها بصراحه النفس الطويل والتفاؤل. ده بيبقى دايما موجود للاسف، للاسف طبعا يا باشمهندس هيثم، ده بيبقى موجود اكتر عند الفرد للاسف يعني. الهانتر بس ساعات هنا بتقابله مشكله، ان هو اول ما يتقال له لا امشي من هنا خلاص، إيه لا امشي من هنا. حلاوه الفارما ان هو نفسه طويل، وده احنا بنحتاجه في المشاريع والسوليوشنز كويسه كتير جدا. لان السوليوشن ساعات ممكن ياخد شهر اصلا على ما نتفق على بي او كيو، على بي او ام ساعات ممكن نقعد فيها شهر، والشهر التاني نقعد يعني قاعده مع الاستشاري واعتمادات والكلام ده، والشهر التالت هنبدا ننفذ. التنفيذ نفسه ساعات بياخد شهر واكتر. تمام. فبيبقى فيه هاسل، بيبقى محتاج حد نفسه طويل والنيجوشيشن سكيلز بتاعته كويسه. ومن اجمل الحاجات اللي موجوده في السيلز لما بيكون عنده نيجوشيشن سكيلز كويسه، طبعا أنا بقول للناس اللي هي داخله مبتدئه. ليه؟ لان انت العميل هيقول لك على حاجه، فانت تقول له حاضر وتاخدها وتروح للشركه. فبعد كده الشركه تقول لك لا لا يا حبيبي الكلام ده مش صح، انت ترجع تقول للعميل كذا، تقول له حاضر، ترجع بقى تاني وترجع مين للعميل. انت لازم يكون عندك الكاركتر الخاص بيك، تسمع الكلام، تفلتره كويس، تقعد تفكر فيه. ما لقيتلوش اجابه دور طب اساله ليه، عشان ايه؟ اعمل اي حوار يطلع، حتى لو ما الموضوع ده هيجي بالتجارب، لان انا عن نفسي درسته بالتمرين. كنت بقعد مع ناس اصلا اقول لهم يلا يا جماعه نعمل نيجوشيشن. انا كنت في مكان تطوعي، كنا بنقعد من ضمن التريننج اللي احنا كنا بنعمله، كنا بنعمل عصف ذهني. كنا بنخلق نظريات مش موجوده ونحاجي بيها بعض بالادله. كنا بنعمل ديبيتس قدام بعض، مين اللي مع العنصريه ومين اللي عكسها. انا فاكر ان انا كسبت ديت مره وانا مع العنصريه، مع اني من جوايا ضدها يعني. بس الفكره كلها في ايه؟ ازاي تديبيت حد وتعمل معاه نيجوشيشن. وعلشان كده الشباب اللي في الجامعه والكلام ده دايما دايما بنصحهم ان هم يشتركوا في ال الستودنت اكتيفيتي، يعني بتفيدهم كتير وبتقوي شخصيتهم كويس. فدي حاجات مهمه جدا. اهم حاجه في السيلز بعد البرزنتيشن وبعد الكوميونيكيشن ان هو شخص قدر يأدي كويس ويتكلم كويس. ده شكرا، دي اللقطه الاولى. اللقطه الثانيه، قدرت انك انت تعرض حاجتك كويس، حلوه كويس جدا. طيب ايه الفكره بقى لما يجي يفاوضك بقى، لما يجي يختار براند تاني مش عندك، من غير ما بتغلط في البراند التاني، ومن غير ما تقول له لا لا، ومن غير ما تصادر على العميل، بتلاقي نفسك بتسحبه بالراحه كده من السوليوشن ده للسوليوشن ده. بتلاقيك مالتيبل معاه. النيجوشيشن سكيلز من اهم الحاجات في السوفت سكيلز، عشان كده ما اتكلمش في حاجات تانية انها اساسيه ومعروفه. انما النيجوشيشن ما حدش بيتكلم عليها كتير وما حدش بيعلمها كتير، لانها دي بتتعلم يعني البرزنتيشن سكيلز سهل جدا انك انت تحضر كورس برزنتيشن سكيلز. انا كنت بعمل كورسات برزنتيشن سكيلز. انما النيجوشيشن سكيلز لا، ده حوار كبير، لازم بقى تعمل
تخلق فرضيات مع حد قدامك وحد يبقى فاهمك، ما يقولش عليك عبيط بقى، لان الحاجات دي لو عملناها دلوقتي الناس تقول علينا عبط يعني. السيلز القوي جدا عنده تايم اوف مانجمنت. طبعا التايم مانجمنت في ذمه الله عندي كتير جدا جدا من السلزجيه. اليوم اول ما بدخل الشغل بيلاقيه طويل. طب انا حليت الحته دي ازاي؟ مثلا انا كمصري مثلا، انا من قراءتي في التواريخ وكده، ظهر قدامي مثلا ان يحيى السنوار رحمه الله عليه وعلى شهداء غزه جميعا، ان يحيى السنوار ده، انا مسموع كويس ولا البتاع ايه؟ تمام. لا تمام طيب، معاك. يحيى السنوار ده كان عنده ساعه تايمر عكس، بيعد بالعكس. يعني مثلا لو احنا الساعه مثلا 5، هو بيعد مثلا بالعكس، يعني معاه 4 ساعات، فهو حاطط قدامه 4 ساعات بالتنازل. مش شايف الساعه كام، بتعدي بتعدي بتعدي، فيبقى عايز الوقت يعدي. لما انت بتعمل لنفسك تايمر، انا بتكلم هنا عن الناس اللي عندهم مشكله في التايم مانجمنت وعايزين يعالجوها ازاي. اول حاجه، لما انت بيبقى عندك تايمر قدامك بيعد تنازلي، اول مره بتعلق معاه دماغك فبيروح منك برضه الوقت، انت ما بتعملش حاجه. تاني مره بتلاقي نفسك، لا انا لازم احدد اولوياتي. لان كل الناس دايما بتدخل من تحديد الاولويات، لا انت لازم يكون معاك ساعه في ايديك، ولازم قدامك على طول ساعه، وعارف بعد كده داخل انا هعمل في الساعه كذا، في الساعه كذا، في الساعه كذا هعمل كذا وكذا وكذا. فطبعا التايم مانجمنت بالنسبه للسيلز مهم جدا جدا، لان عامل الوقت بتاعه، يا جماعه اصعب كلمه بيسمعها الراجل بتاع السيلز في حياته، يقول له والله لو كنت كلمتني امبارح الاوردر طلع. اصعب حاجه ممكن، بص خليك قاعد، ممكن تخلي السيلز الشاطر والحريص على شغله، ممكن يعمل زي محمد هنيدي، يجيب الجاز ويحطه على نفسه ويولع فيه. تمام. فالتايم مانجمنت مهم جدا. الحاجات بقى اللي جايه دي بقى بروفيشنال قوي. وطبعا انا بذكر بالاسم كده ريهام رضا، يعني مش عارف هي موجوده معانا في السيشن ولا لا. ممكن نبص بصه كده. مش موجوده. ريهام رضا من اشطر المديرين اللي خلتني شخص ارنوب، يعني بسنون حاده كمان. قدرت انها تعلمني ان البروفيشنال سيلز بجد، يعني كانت هي اشطر مديره قابلتها في حياتي بصراحه. طيب، بنتكلم هنا في حاجه اسمها الكلاسيفيكيشن والبروفايلنج والبلاننج والميشن اند فيجن. السيلز الشاطر والبروفيشنال جدا جدا بيعرف يعمل الاربع خمس حاجات دول. طب ايه هم يا معلم؟ علشان ده بتفرقه ما بين الهانتر كتير جدا، لو فارمر بيعملها بتفرقه ما بينه وما بينها كتير جدا ازاي. رقم واحد، اول حاجه بيعملها السيلز لما بيمسك اكونت كداتا كوليكشن، شفت من اول الداتا كوليكشن اللي كنا بنتكلم عليها، بيعمل للعميل ده بروفايل. البروفايلنج ده بيبقى شيت اكسل كده، بيبقى عامله في اسم الشركه، الكونتاكت اللي في الشركه، الميل بتاع الشركه، الهوست والدومين بتوع الشركه، مين الشركه دي بتشتغل في ايه. فلما بيدخل على الويب سايت وبيعمل، عارف، عمليه تحري كامل على الشركه، بيبقى عارف الشركه دي في انهي حتت، الشركه دي معاها مشاريع ايه، الشركه دي بتعمل ايه، الشركه دي عدد الموظفين بتوعها كام. فيدخل كمان على لينكد ان علشان يشوف الشركه دي مين الديسيشن ميكر اللي فيها. طب فيها كام موظف؟ طب ليها كام فروع؟ فالراجل ده بيبقى عامل حاجه اسمها بروفايلنج للشركه. فهو اذا الراجل ده مش داخل بعبط كده، يلا انا هدخل ابيع لكم كذا. لان لكل مقام مقال، زي ما احنا بنقول دايما، البروفيشنال سيلز بيعمل ايه؟ بيلبس هدوم اللي قدامه، او بيلبس جلابيه اللي قدامه. لو هو راجل بروفيشنال جدا، انا راجل بروفيشنال جدا معاه. طب لو هو راجل معلم، زي ما احنا بنقول، احنا قابلنا ايام ما كنت في خبرات، قابلنا واحنا بنعمل كارفور. كارفور حاجه يعني مشروع كبير جدا كارفور، بس اللي ماسك المشروع ده راجل معلم. ما كانش ينفع نقول له حضرتك ويا باشمهندس خالص، ما كانش ينفع اصلا. فكنا بنتعامل معاه ازاي؟ ايه يا حاج، ايه يا باشا، ايه يا معلم، انت عايز ايه يا معلم. كان يتبسط جدا 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 لما حد يقول له يا معلم. احنا بنقولها واحنا متضررين. طب وليه ابقى متضرر وهي دي بتريح العميل اللي قدامي؟ فهي دي الفكره كلها. لما بعمل له بقى البروفايلنج، بتشيل مني المجهود ده كله. انا مش رايح اجرب معاه ده معلم ولا باشمهندس، لا، ده هيتقال له يا فندم وده هيتقال له يا معلم. وبعدين كده بدخل على الكلاسيفيكيشن بتاعتي. لما بيبقى معايا عملاء، بعمل لها حاجه اسمها كلاسيفيكيشن.
الكلاسيفيكيشن ده بيجي بعد البروفايلنج طبعا، خلاص كلمت الناس ونزلت لهم وقدرت ان انا اتوقع الناس دي شغاله ازاي. فالكلاسيفيكيشن ده بيقدر يحدد ده الناس دي هتفتح معايا شغل الفتره اللي جايه بقد كده. قدرت افتح معاهم، ننزل الحته الثالثه البايب لاين. فقدرت افتح معاهم بايب لاين، ودي شطاره السيلز الشاطر جدا يعني. مش ان هو يروح ايه الشغل اللي معاك النهارده، اقول له انا معايا النهارده انا عايز 3 4 لابتوبات و20 كمبيوتر وعايز 4 اكسس بوينت. فيقول له بس كده، هو شايف الاوردر كويس جدا، فياخدهم ويجري يجيبهم له ويحطهم له. لا، السيلز الشاطر هو اللي عامل له بروفايل وعارف ان الراجل ده عنده مشاريع 1 2 3 في المكان الفلاني، وعامل له كلاسيفيكيشن، عارف ان ده بيقدر يبيع في السنه او بيشتري في السنه قد كده. وتاني حاجه واخر حاجه، ان هو قادر يفتح معاه بايب لاين. يعني ايه بايب لاين؟ يعني بيقدر يفتح مع نفسه بايب لاين ومع العميل بايب لاين. مع نفسه هو عارف كل الكوتيشنز اللي طلعت عنده ارقامها كام، طالعه لمين، وحاطط كومنت لنفسه عشان هو يفتكر ده هتابعه امتى، وده الكومنت بتاعه ايه، وده مش عارف ايه. علشان كده الشركات الناجحه جدا هي اللي عندها ريفيو كل يوم سبت ولا كل يوم حد او كل يوم خميس، بتقعد كده مع السيلز مان 1 تو 1 ميتنج. سيلز مانجر مع سيلز مان 1 تو 1 ميتنج كده، يقعد معاه كل يوم خميس او كل يوم سبت او حد. تعالى يا باشا انت معاك ايه، فيوري له البايب لاين بتاعته. البايب لاين دي طالعه لشركه كذا وكذا وكذا وكذا. طب دي واقفه معاك في ايه؟ ما ممكن تكون واقفه مثلا ان العميل عايز كريدت واحنا مش مسمحين بالكريدت، والسيلز ما بيتكلمش، الله اعلم. لما الشركه بتحط نظام البايب لاين دي، او لما السيلز هو اللي بيبدا بيها، بتنقله في حته تانيه خالص، عارف ايه اللي معاه، فبيجري ورا البيعات كويس جدا، فعارف الارقام اللي هو شغال فيها. فبالتالي لما انا اكون عامل بروفايلنج للشركه وبايب لاين لنفسي وكلاسيفيكيشن معاه، الراجل ده بيروح في حته تانيه اسمها الميشن والفيجن. الميشن دلوقتي ان انا اشتغل على الاكونت الفلاني والاكونت الفلاني والاكونت الفلاني، عشان الفيجن ان انا دول لما يقفلوا معايا انا كده حققت تارجتي. مش مجرد ان انت حطيت له التارجت وانا بجري كده في الارض الفاضيه بقول يلا ان شاء الله ربنا هيوفقني. ان انا لا، انا عارف ان ربنا يوفقني بمجهودي اللي انا بعمله في الاكونت ده. عارف ان ده معاه كذا وده معاه كذا وده معاه كذا وده معاه كذا، دول توتال كده بفلوس قد كده من تارجتي قد كده. يبقى انا عارف اصلا عندي خطه. دي البايب لاين بتاعتي بقى، عندي خطه انا هقفل التارجت بتاعي ازاي. ودي من اهم الشغل كده. الراجل ده شغال مع حاله، لو انت اصلا سبته ونمت كده ترجع تلاقيه عامل اوفر اتشيفمنت. تمام. الراجل ده بيروح في حته بعيده جدا. هنا بقى اصلا بيبقى عارف كل حاجه في الاكونت، عارف الاكونت ده حجمه عامل ازاي، يقدر اصلا يرشح لك في الكلاسيفيكيشن دي، اللي هو بيقسم لك العملاء من A وبي وسي ودي واكتف وبوتنشال وكي اكونت وبوتنشال اكونت وديد اكونت من السليب فهو فاهم الفروقات اصلا ما بين الاكونتات. فاللي فاهم الفروقات ما بين الاكونتات بيعرف يتعامل معاه وبيحط له خطه. الديد هخليه سليب، والسليب هخليه اكتف، والاكتف هخليه كي، والكي هخليه بوتنشال. فبيبقى عنده خطه اصلا في كل اكونت لوحده، وبسم الله ما شاء الله عليه. ده في خلال السنه، العميل اللي عمره ما كانش بيشتغل ده دايما تحط له العملاء اللي عندك معاهم مشاكل. ليه؟ بيعرف يحل المشاكل وباله طويل معاهم كويس جدا، وبيعرف يحط له خطه. لو انت ساعدته بس في حل المشاكل وقفت في ظهره، كل الاكونتات اللي قالت لك لا مش هشتري منك تاني، ده ارميه في المشاكل، يحبها جدا. يفضل بقى معاهم في الاخر، اخر السنه تلاقي الراجل ده سبحان الله بيأتشف معاك تارجت، وهو اصلا في اول السنه كان بيقول لك انا مش هشتغل معاك تاني. فدي حاجات في البروفيشنال سيلز مش كل السلزجيه يعرفوها، ولا كل السلزجيه حتى لو عرفوها مؤمنين بيها، لان هي بصراحه بتحتاج في الاول مجهود، واللي بيتعود عليها بيعرف يظبط. طبعا انا ما قلتش تو دو ليست، لان التو دو ليست دي حاجه مهمه جدا، طبيعي ان هو اصلا يعملها، بس هي بتتحط برضه في البروفيشنال. طيب يا مصري لو سمحت، ممكن نرجع للسلايد اللي فاتت عشان يعني عاوزين نقف هنا شوية، وهكلمك تعالى يا بلسان باشا. حال. أي لا، خلي الراجل ده في آخر. هكلمك بلسان حال الاتنين. أول شخص اتفضل. هو سيلز، أنا لسه جديد ما أعرفش حاجة. طيب أنا إزاي النهاردة بقى يا باشمهندس محمد، إزاي أوصل للعميل؟ خلاص أنا عرفت هعمله بروفايلنج دلوقتي.
وخلاص جمعت داتا عنه وبتاع. ازاي اعمل بنتريشن للاكونت دي؟ اعملها ازاي؟ يعني يعني عايز هل يجمع الداتا نوكينج دورز؟ تقصد؟ اه نوكينج، خلاص انا جمعت الداتا بقى خلاص، ما يعني هو مفيش بقى اكتر من تجميع الداتا بقى. لينكد ان بقى موجود دلوقتي، وبقيه الحاجات اللي خاصه بالجزء البيزنس يعني بقت يعني متوفره عن زمان يعني. خلاص جبت الداتا، طبعا. عاوز بقى اتواصل معاهم، بكلمهم يا باشمهندس، كويس. الناس ما بتردش والدنيا مشغوله، اعمل ايه؟ وزمايلي حواليا بتقول لي ايه، طبعا بقى في مجالات تانية، فبتقول لي يا نهار مهم. ابيض ايه ده انت كده مش عارف ازاي. لا خلاص، طالما العميل ما رضاش عليك، انت هتشتغل تيلي سيلز، خلاص يبقى هو كده ما عندوش الانترست اصلا، خلاص ما ملهاش لازمه كده، يبقى هي الشغلانه اصلا كلها ايه، والمجال ده كله واقع والسوق نايم. اعمل ايه بقى في الوقت ده انا كواحد جديد لسه؟ انت عندك هنا مشكلتين. حاجه انا بسميها الالو تريكس. الالو تريكس في بدايتي مثلا، هنتكلم مثلا في بدايه السلزجيه، دايما بيبداوا دايما بالتليفون علشان يبداوا يكسروا الرهبه. يعني انت هنا بتتكلم في الناس الجديده، صح؟ انا واحد جديد دلوقتي. فبيب فبيبداوا يكسروا الرهبه في حته، والكلام ده ان هم يقدروا يقولوا الو، والكلام ده مرتبكين والكلام ده كله. طيب، مبدئيا انا كنت فضلت اتعلم من كذا حد انت اول ما بتتكلم مع العميل بتقول له إيه. تمام. لحد ما انا امسك طريقتي انا، يعني عايز اسمع كام مدرسه مختلفه عن بعضيها بكذا كذا. فكان طبعا كل الناس اللي كانت بتكلمني تقول لي بص كلمهم قول لهم. طبعا كل واحد ده بيقدم لك بالطريقه بتاعته، بس هي نفس النمط. الو، انا فلان الفلاني من شركه كذا كذا كذا، واحنا بنعمل كذا واحنا بنعمل كذا واحنا بنعمل كذا. طيب، الالو تريكس دي حاجه كنت منزلها على لينكد ان كده من زمان. الافكتيف كولز بتيجي ازاي؟ رقم واحد، انت مش حاطط تارجت، ولو انت ظاهر لك انك حاطط تارجت من المكالمه، فانت مش حاطط تارجت واضح من المكالمه. اول حاجه، انت مهم جدا 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 ليك ان التارجت من المكالمه انك تقعد مع العميل اصلا. لكن الذكيه اللي زي حالاتي لما دخلوا المجال فكروا ان هو انا هكلم العميل هبيع له، وانا شاطر جدا. تمام كده. طيب، لما هكلم العميل، انا اول عميل كلمته وقدر يتكلم معايا بعد ما انا مثلا خسرت اربع خمس مكالمات مع عملاء، آه كانوا ممكن يكونوا مهمين على فكرة. بس انا عملت ازاي؟ عملت زي ما اتقال لي، الو ازيك يا باشمهندس عامل ايه، انا فلان الفلاني من شركه كذا 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 وبعمل كذا 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 وعايز. فهو اصلا بيقف منك. ايه الفرق بينك وبين بتوع فودافون؟ قالوا احنا معانا، انت بتعمل ايه؟ بتقول لهم انا والله مش فاضي سلام. ايه الفرق بينهم وبين بتوع عروض البنك وبتوع العقارات اللي يجوا يقول لك اشتري فيلا في الساحل الشمالي وانت اصلا تجيبك 15 جنيه فك؟ هم دول كل اللي حيلتك. فالفكره كلها بتعمل ايه؟ اخترعت انا بقى والله والله العظيم صدقا، انا من كتر تفكيري في الموضوع انا حلمت ان انا بكلم العميل بالطريقه بتاعتي اللي انا اكتشفتها في الاخر. فقمت من النوم كتبتها وكملت نومتي، لان انا في الفتره دي كنت حريص جدا ان انا اتعلم. ففاتح جنبي نوت، وقمت وانا يعني ممكن زوجتي تقول لي انت عبيط. فانا دلوقتي بعمل ايه؟ اول مكالمه اتكلمتها مع واحد دخلت عليه دخلت صياعه 10، مش فاكر كان اسمه انور ولا ايه. باشمهندس انور ازاي حضرتك عامل ايه كده؟ قلت له يا باشمهندس انور، انا لو بتاع مباحث انا مش هعرف اوصل لك، انت الوصول ليك صعب جدا. قال لي ليه بس كده يا باشمهندس؟ قلت له يا باشمهندس والله عشان حضرتك مثلا اشهر من نار على العالم في مجال الاي تي وكده. يا باشمهندس انور، انا مش عايز اعمل زي بتوع فودافون واقول لك احنا بتوع كذا وبتاع. انا من الاخر راجل بتاع اي تي، بس من الاخر انا عايزك اتكلم معاك احسن. يا عم بتنور وبتاع مش ولا اجيب اتنين مباحث معاك، في ناس بتنفع معاهم الطريقه دي، ولا انا اروح ابعت اتنين مباحث في الشارع علشان نعرفوا مكتب حضرتك فين ولا في الدور الكام ولا بتاع. بس طبعا ده بعد ما سلمت عليه وفتره لطافه وعرفته بقيمته كويس، وانت راجل غني عن التعريف في المجال وحاجه كويسه، وانا مش هاخد من وقتك كتير، انا عايز بس ميتنج معاك. بالفعل الراجل قام قايل لي تنور وبتاع مش عارف ايه. في ناس تاني لما جيت اكلمهم، بص ليه انا هنا بدات اتارجت. انا عايز ايه من المكالمه؟ انا مش عايز من المكالمه ان هو يشتري مني، انا عايز من المكالمه ان هو يقعد معايا. طب الراجل ده كلمته مره واثنين وثلاثه، لا رد عليا ولا رد يقعد معايا، هعمل ايه؟ في مصر ساعات البرشاطه بتنفع وساعات لا. في في السعوديه هبقى اقول لكم بعدين عشان ما احرقش السؤال بتاعك يا باشمهندس. طيب، في مصر في ارضيات مشتركه كتيره جدا.
انت اصلا النهارده بتقدر تدخل على اللينكد ان اكونت بتاع الشخص، بتقدر توصل الفيسبوك بتاعه، فبتبقى على الاقل انت عارف هو اهلاوي ولا زملكاوي. فلو الاهلي فايز والراجل ده اهلاوي، استنى بعد ماتش الاهلي لما الاهلي يفوز، ابعت له رساله على الواتس من غير ما تكلمه على التليفون حتى: الف مبروك للاهلي. هو هيحب الرساله، بس انت مين هو ما يعرفش. فيجي تاني يوم الصبح ده راح الشغل يلاقي واحد بيتصل بيه: يا باشمهندس الف مبروك على الاهلي، والله ده كان ماتش صعب جدا. من غير ما تقول له انت مين حتى، اهو هيقول لك اه والله فعلا، بس انت مين؟ يقول لك يا باشا انا فلان الفلاني، بس ندخل بقى في كذا كذا وعايزين نقعد معاك وبتاع ونحتفل بقى وبتاع. في ناس ثانيه كتير جدا بدخل اقول له: يا باشمهندس انا حابب اجي اشرب فنجان قهوه مع حضرتك، ولا حضرتك ما بتحبش تعزم حد على قهوه اجيبها معايا؟ بيتكسف مني بصراحه. ولا يا باشا انت تيجي تنور. اقول له طيب هنا بقى في تحديد في تحديد الميتنج بقى، ما ينفعش تقول له طيب هظبط وارجع لك. لا، انت لازم تكون عارف ومحدد. طيب يا باشمهندس، عايز بكره ولا بعده؟ طب بكره الساعه كام، بعد الساعه كام؟ ما تدروش خيارات كتير، ما تدروش يقول لك مش. طب يقول لك مثلا الاسبوع الجاي. طب خلينا نتكلم في الاسبوع الجاي. طب يا باشمهندس ايه رايك اكلم حضرتك اخر الاسبوع اظبط معاك؟ يقول لك والله تمام. طب يا باشمهندس لو في نص الاسبوع بعت لك مسج على الواتساب فكرت نفسك بيا، اكون بزعجك ولا ما بتحبش؟ يقول لك عادي، ما دام انت بتستأذنه يسيب لك الحب. لو انت عملت حاجات من نفسك يقفل عليك، فيقول لك عادي. فمثلا في نص الاسبوع ده يا سيدي الراجل ده زملكاوي والزمالك فاز، تدخل تبعت له الف مبروك للزمالك، يقول لك يا سيدي متشكرين، يقول لك تقول له نحتفل ان شاء الله في الميتنج. دايما تفكروا بالميتنج. مثلا انتوا عندكم في الشركه عملتوا حاجه اسمها باندلز، او عملتوا اوفر على حاجه، او عملتوا مثلا خصم على مثلا حاجه انتوا بتقدموها او سوليوشن بتقدموه. تقوم رايح بعته له على الواتساب: باشمهندس احنا عملنا ده، ولو حابب تناقشوا في الميتنج قول لي. اللي هو ايه، عارف انت لما يكونوا عند واحد داين واحد بفلوس، فمثلا 150 جنيه بس، يقول له ياه كان في 150 موضوع عايز اكلمك فيه. كل لما يشوفه: يا انا عندي 150 مشكله شاغلين دماغي. هو اصلا بيفلرت وبيلقح له على ال 150 جنيه اللي عليه. واخد بالك اللي هو عايز يقول له هات اللي عليك بقى، بس انت كل شويه تقول له الف مبروك للزمالك وان شاء الله نحتفل في الميتنج. احنا عملنا الخصم ده وان شاء الله اكلمك عليه في الميتنج. فدايما تربط الاحداث بالميتنج المؤجل بينك وبينه في الاسبوع الجاي. جه اخر الاسبوع يا معلم، ما تسيبوش. طب ما ردش عليك وقلب، ده بقى احسن واحد تنزل تبرشط عليه. ده خلاص، ده مش بتاع اتفاقات. ده عامل زي بالظبط تاكل ايه يقول لك ما اعرفش، اي اكل يتحط قدامه يقول لك الله حلو قوي الاكل ده. وزي صاحبك اللي في الشركه دايما يقول لك ايه: انا مش جعان ما تجيبوليش معاكم. واول ما الاكل يتحط يقول لك ايه: وريني كده السندوتش ده بيقول ايه، وتلاقيه دايس معاك في الاكل وعمال ياكل معاك. فدي انواع من العملاء مختلفه، بس انت التارجت عندك ميتنج. وما دام عرفت الشخص وعرفت شركته وعرفت مكانه وعرفت ان هو ديسيشن ميكر، لازم تلزق له لحد اما تعمل. هنا مشكله الهانتر ان هو بيهانت على الراجل وبيكلمه، بس اول ما الراجل يقول له بقول لك يا باشمهندس انت ازعجتني، بعد اذنك كلمني بالجمله الجايه. الهانتر ما بيكلموش تاني اصلا. يقول له يا باشا انت في ايه؟ ده انا مدوب قبليك 70. انما الفارمر يقول له انا اسف على الاذى يا باشمهندس، ان شاء الله هكلم حضرتك في الاسبوع الجاي. وبرضه الاسبوع الجاي طيب. بيزن عليه وبيكلمه. طيب مصري اتفضل. دلوقتي، انت دلوقتي بقالك قد ايه في السيلز؟ اكس من السنين، حلو قوي. تمام. عقبال ما اكتشفت ان انت في طريقة معينة دي اللي هتخلي انتاجيتي افضل واداء افضل، خد منك وقت قد ايه؟ وهل الوقت ده كان تراي اند ايرور، ولا لا انت ذاكرت حاجة فدي سهلت من عليك؟ ان احنا الاثنين بصراحة. يعني أنا حلو. مثلا كنت زي ما قلت لحضرتك كده، كنت بسأل الناس. بص، هو المشكلة برضو إن لازم السيلز ده يكون في المواصفات الشخصية بتاعته، كنا هنتكلم فيها برضو في الحاجة اللي بعد اللي جاية أو الحاجة اللي جاية، إن هو يكون هنتكلم فيها دلوقتي شخص. عادي يعني، مش لازم ترتيب عادي. الوقت، خلاص 11 الا ربع في يعني، خلينا في نقين. في واحد بيتكلم دايما، يعني كنت دايما اتكلم بقول كده براحتك. حاجة كده. وده برضو حاجة اخترعتها برضو، ولا before to open before you are open to work you have to open to learn. يعني قبل ما تبقى متاح انك انت تشتغل، لازم تبقى متاح انك انت تتعلم. الفكرة كلها ان انا كنت بفضل اجرب المدارس الكتيرة المختلفة، اسمعهم الاول واشوف على واقع سمعي. لو انا واحد في التليفون كلمني قال لي واحد اتنين تلاتة، هل انا عادي هشتري منه؟ لا.
طيب لو كل ده مش هيشتري مني اعمل ايه؟ ففكرت ان انا لا، التارجت بتاعي ميتنج. لان برضو في الفتره اللي انا دخلت فيها كانت الشركه مش فاضيه تعلمني حاجه، فانا كنت كل يوم الزق لواحد والواحده علميني علميني. طب انا جربت، جربت حاجات فشلت، حاجات فشلت، طب حاجات معلش اتفضل. معلش يا مصر، هنا بس عاوز اقطعك. هل انت اتفضل. النهارده، اصل خلي بالك انت بتقول دوت يعني كلام علمي بالمناسبه. هل انت النهارده انت من نفسك رحت لقيت ان المنتور بتاعك او مديرك اصلا مش فاضي، والناس مش مهم. يعني خلاص مش قاعدين لنا بقى مصر فاتحين دراعاتهم ده اخيرا جالنا سيلز يعني؟ تمام. بالظبط. فلقيت ان الناس مشغوله، فانت اللي من نفسك اتحركت. هل ده عشان انت طبيعتك الشخصيه كده، ولا انت خدت كورس معين او قرأت كتاب معين ده اللي نور لك القصه دي؟ بتفرق. للاسف ان انا طبيعتي الشخصيه ان انا بحب اتعلم. حلو. دي خدت منك وقت قد ايه؟ ما اعتقدش انها خدت مني شهر واحد. شهر واحد عشان انا اصلا طبيعتك انا كده؟ لا، مش شهر واحد ان انا فضلت اتعلم فيها، لا انا شهر واحد في خلال اخر الشهر كنت خلاص بعرف اكاتش العميل، واعرف هو مين، وادخل اعمل عليه كده رباطيه، ده بتاع كذا بتاع كذا بتاع كذا، قبل ما اتعلم حته البروفايلنج يعني كنت بعملها وانا مش عارف هي لا لا لا، ايه. سيبك من الحته دي. لا انا بتكلم في حته تحديدا، خلي بالك برضو يا مصري، في حته لان وفي ديت انا هبقى محتاج اسمع برضو بقيه الشباب اللي موجودين معانا. في السيلز كتير مننا معتاد على فكره السيلز العاديه، اللي هي لان غالبيه اصلا الصناعات في البلد بي تو سي. يعني في مهم. 75% مثلا من الصناعات في البلد بي تو سي، وقليل منها البي تو بي. وهتلاقي غالبيه البي تو بي هم اصلا مصانع. فهمت قصدي؟ فقليل القليل اللي هم الشركات اللي بتبيع سوليوشنز. فتلاقي ان حد سيلز مثلا يكون شاب متخرج من هندسه، اوكي، وتيجي تقول له هتشتغل سيلز، فيقول لك لا سيلز ايه يعني، انا مش عارف هبيع ايه او هتكلم في الايه او مش عارف ايه والكلام ده كله. فيجي يستق يرفض نتيجه الصوره الذهنيه اللي متاخده عن السيلز. دي مشكله. الحاجة التانية اللي النهاردة برضو من ضمن المشاكل اللي متاخدة عن السيلز، ان هو بيتابع كتير، واللي هو لازم يقفل، واللي هو لازم يبقى نصاب ولازم ولازم. الناس بتغيب عنها حاجة مهمة جدا، ان يا جماعة في كورسات وفي علم وفي كتب بتوفر علينا الوقت، لان مش كل الناس يا مصر بصراحة عندها فكرة ال الاستعداد اللي انت بتقوله ده. اللي انت بتقوله ده بيأكد لي حاجة، بيأكد لي ان انت النهاردة انت شخص فايتر. طب ماشي، ما هو في كام شخص فايتر برضه. فانت ما تطلبش الناس كلها تبقى فايترز. بصراحة صعب قوي، صعب تطلب من شخصيات. بس لازم، بس على الاقل الشخص لازم يكون داخل اي مجال، لازم ان هو يكون اوبن ان هو يتعلم ماشي ماشي، ما ويدور دي على موجودة المعلومه في اللي هو كل عايزها، البوزيشنز بحيث دي انت ان لو مثلا عينت. لو واحد مش فاضي يعلمه ممكن واحد يحبط ويسيب المجال ويمشي. دي انما دي لو واحد حاجة مش فاضي يعلمه بيدور على نفسه على المعلومه. دي ده اللي حاجة انا كنت بص، اقصده يعني. اساسيه اساسيه طبعا. حتى لو انت هتشتغل اوفيس بوي لازم كده كده تبقى ما انت موجوده فيك. لو هتشتغل محاسب، لو هتشتغل فرد امن، لازم تبقى موجود فيك فكره تعلم. ودي على حس ان انت تبقى طموح فعاوز تتطور. انا بتكلم في فكره ايه؟ خلاص احنا افترضنا ان دي حاجه بسم الله الرحمن الرحيم بتاعتنا. انا بتكلم ان كتير جدا من السيلز وانا بقابلهم بشكل شخصي. يعني انا جالي في مم. انترفيو قبل كده سيلز. تخيل يا محمد، قعد شهرين ثلاثه وشركه ليها اسم على فكره، الشركه ليها اسم وشركة كبيرة في المجال بتاعنا. طب ليه يا اكس يعني مش عاوز؟ عشان هم مش فاضيين. عشان هم مش فاضيين. طب انت عملت ايه؟ رحت له وهو بقوا بيرموا لي اكونتات وحشة، فخلاص سبتها وايه ومشيت. فاذا بقى في فاكتور مهم جدا، ان واحد صفاته الشخصية خليته يكمل في السيلز، وفي واحد صفاته مش لا. فانا شايف ان اوقات ممكن يكون واحد والله هو بس ما توجهش كويس. فايه اللي مم. يفرق واحد عن واحد؟ كورس ياخد. ممكن واحد لسه بادئ في السيلز يقرا كتاب. انا عاوز اقول لك في كتاب بيتكلم عن كل اللي انت بتعمله ده، يعني كل الخطوات اللي انت عملتها انا خدت بتمبوريتك كورس اول ما بفترتك. دخلت المجال برضو، انا اول ما دخلت المجال ده انا برافو خدت عليك. كورس برضو. ما انا هو ده رحت اللي بقى، باشمهندس ده عمرو اللي النجار. كان كورس غالي بالنسبه لي وقتها، و... واستلفت فلوس، استلفت فلوس ورحت قدمت في الكورس يعني. ومن بعدها احنا بقينا اصحاب جدا، يعني من ما هو ده بعدها برافو بقينا عليك. اصحاب جدا. هو ده وبقيت هو بقى الصح. هو منتور ليا في حاجات كتير جدا، ادخل اساله واكلمه، معايا رقمه، عارف هواياتي وعارف هواياته، بنتكلم في اي حاجه، بيجي لي عرض من كذا اكلمه لا الراجل كويس جدا. عندي بقى برضو كمان في لازم بتختار برضو بصراحه يعني. فهو برضو السيلز بيبقى فيه مواصفات كده. بنتكلم احنا هنا عن البروفيشنال سيلز بقى، ان هو بيعرف يعني ايه منتور ليه.
يعني ايه حد موجه ليه؟ لان حته ان انت لو خدت توجيه من شخص غلط، زي بالظبط في المجال الطبي اللي كان معايا ده، اللي هو خدت حقن غلط، كنت عندك كذا وخدت حقنه اللي انت عندك منها حساسيه. فالفكره كلها انت المفروض السيلز، حرفيا لازم السيلز يكون دؤوب على العلم وفايت عليها. لو هو مش كده، لو هو مش كده، لما تيجي انا على فكره نفس الجمله اللي حضرتك قلتها انا كنت بقولها ايام ما كنت دكتور، فكانوا بيقولوا لي ما تيجي تشتغل معانا في السيلز، كنت اقول له يا عم سيلز مين ده؟ انتوا ناس شحاتين، ان أنا راجل دكتور. خد بالك، لا بالعكس، انا عملت في السيلز فلوس، وعشت فيها معيشه احلى من ما كنت دكتور. طبعا. تمام. فالفكره كلها بص، انا انا متحيز لشغلانه السيلز، يعني بوزيشن السيلز انا جربت كل الوظائف الحمد لله، يعني ما 90% شاء الله. من الشغلانات ما عدا الاتش ار. وذاكرت شويه برضه في فكره الاتش ار، ان هي برضه ليها تكتيك كده معين، بس هي انا مش يعني جميل. مش افضل حد فيها طبعا، يعني مش شغلتي. السيلز على فكره، والناس هنا انا متخيل ان هم يوافقوني، احلى شغلانه واكتر شغلانه تقربك من ربنا. معايا في النقطه دي طبعا يا مصري. واقول لحضرتك على حاجه، اتفضل. واحسن شغلانه تخلي الزوجة راضية عنك، والله العظيم اللي بيشتغل سيلز أحسن واحد بيعرف مشغول يكلم طول زوجته. الوقت، بيحل مش مشاكل بس وبيعرف كده، يتعامل، بيعرف هو يتعامل. أصلا السيلز بيفيدك شخصيا في إيه كمان؟ إن برافو هو عليك، أصلا برافو عليك. بيعودك إنك أنت تتعامل مع الضغط ده، إن هو بقى حد عايش معاك في حياتك. برافو عليك، برافو يعني بقى عليك. حد ايد من ايديك ده ضغط. فانا اول ما دخلت السيلز اقسم بالله العظيم يا باشمهندس يا باشمهندس صادق، هيثم، عارف، صادق طبعا. عارف دماغي دي كنت حاسس ان في حاجه بتكبر وانا دماغي صغيره. ففي حاجه ايرور، فكنت بمشي في الشارع حاسس ان انا مسطول. كنت كل يوم انزل من الشركه اقعد تحت في الشارع علشان صح صح افتكر صح. انا ابن مين من كتر المعلومات اللي ممكن اكون باخدها وبتاع. طيب بعد كده ايه اللي كان بيحصل؟ قدرت اتعامل مع الضغط عادي جدا. لما انا بقى بقيت في بوزيشن زي اللي انا فيه دلوقتي مثلا، كنت مثلا جاي والشركه بتعمل يلا، وغيرت الناس القديمه كلها اللي بقى لها 17 سنه في السعوديه، وجايباك انت عشان تسوق الدفه بعد الناس ال 17 سنه ما مشيت، يلا ابدا بقى انت كمان. فانت هتبدا تاخدهم هنا توديهم هنا. بيبقى عندك كميه ضغوط انا لما بفكر فيها بعد ما تخلص، او الحمد لله ان الواحد عايش، ان يعني انت عاوز لسه الواحد عايش. تلخص، تقول ان السيلز من ضمن الاساسيات بالنسبه له، لو هو لسه واحد بقى بيبدا التراك، مهم ان هو يتعلم. صح كده؟ انا بحاول ايه اسمرايز يتعلم الكلام، لان هو كلام ويصبر. مهم جدا. ماشي، اتنين. يتعلم ويصبر. تمام. يصبر، لان طبعا طبعا الصبر طبعا. ده بصراحه طبعا. مفتاح الجنه، والله العظيم الصبر مفتاح الجنه، طب مش بعد بس قد ايه مفتاح يحكم على الفرج. نفسه؟ هو بعد قد ايه انا واحد سيلز لسه جديد، احكم على نفسي بعيدا عن حكم الشركه؟ انا اقدر احكم على نفسي لا بعد قد ايه؟ مش قبل 6 شهور رقم واحد. وفي ناس يعني هتبقى بطيئه شويه مش قبل سنه، على حسب جري يعني. بس خلينا نقول مش قبل 6 شهور، ده اللي مشهور ومتعارف يعني. ست امم. شهور على فكره، 6 شهور حتى لو ما باعش، مش 6 شهور امم. ويبيع، لا على فكره 6 شهور على ما يمسك اصلا. لان السيلز ده له عبايه، امم. له له عبايه كده وله نظام. فبس على ما يرتدي العبايه بتاعت 6 شهور وخد التراك ولبس بقى لبس الكوره، خلاص هينزل يلعب على الماتش. كل ال6 شهور ده كان بيسخن، بس الفكره كلها في التسخين ده بيبان الخامه بتاعته. يعني انا مثلا اول مره سؤال سالته للمديره بتاعتي اول شركه رحتها، قلت لها يا باشمهندس هو انا هنفع ابقى سيلز؟ انا راجل جاي دلوقتي كنت خارج من المستشفى ورايح على الشغل يعني. فقلت لها هو انا انفع؟ قامت رايحه بص لي كده قالت لي بص وريه بصراحه. كده، وريه كده. اه تنفع. قامت بص لي كده قالت لي بص يا مصري، الكاركتر بتاعك له زبون. فكرتني بمين؟ بفيلم الكيف، كان بيقول له صح ايه دي صح هتبقى صح صح. ايه؟ هنبقى تدور على زبون هتبقى رقم واحد. بدات اركز مع الكاركتر بتاعي، وبدات اركز مع الزبون اللي يمشي مع الكاركتر بتاعي. انت عارف يا مصري، في ديت انا بقول لعمار، وهو حاضر معانا هنا يعني، بقول له عمار يا بن عمار ياسر. انت، عمار بن ياسر بالظبط. ايوه انا اهو. بقول له يا عمار، افندم انا موجود. بقول له يا مم. عمار، انت ليك كاريزمتك مع الشريحه اللي شبهك، فدول لا لازم مهم انت تتعامل باريحيه، انت مش رايح تبيع. يعني انا النهارده اكتر بالظبط. زباين انا كهيثم، اكتر زبايني كهيثم، انا بروح لهم. انا عاوز اقول لك يا مصري، انا بروح لهم وممكن اقطع مشاوير، انا جاي اسلم عليكم بس وماشي.
عادي طب ما جدا. انت فارمر اهو يا عم، انت زعلان ليه؟ بتقول ايه؟ ما انت فارمر اهو. لا، في فرق. انا بقول لك لازم البياع يبقى عنده حته هانتر، ما يبقاش طول الوقت عمال بيزرع طبعا وخلاص. فهمت قصدي؟ طبعا ف... طبعا. فانت النهارده في جزء من الشغلانه ان انت فعلا لازم تبقى علاقتك حلوه، وان انت في الاول والاخر تبقى عارف ان انت لما الراجل يصاحبك ويثق فيك مهم. هيشتري منك. قبل كده هتبقى بيعه يعني بلو مارجن، وبيعه مش حلوه. فهمت صح. قصدي؟ فالحته ديت انا متفق معاك تماما. حد فتح المايك؟ حد عاوز يقول حاجه ولا ايه؟ طب بس اذنك يا مصر، ممكن تعمل ال- ميوت لا، هو يعمل ميوت. هو لا، هو كان واضح ان كان فيه مشكله. طيب دي نقطه. انا بقى دلوقتي راجل سيلز بقالي سنتين ثلاثه، وعندي كاستمرز وعندي داتابيز وبتاع. هل انت تنصحني يا مصري بابلكيشن معين اسيف بيه الداتا بتاعتي، ولا برضو هو اكسل شيت؟ بصراحه انا ما كنتش بجرب ان انا اسيف الداتا قوي غير في الاكسل شيت، وبعمل اكسترنال هارد معايا او حاجه بس. ولكن الداتا بتاعتي فيه طبعا تقدر ترفعها على درايف عادي. الجيميل مثلا حافظه خلاص، تقدر ترفعها على درايف فخلاص. لو في بتتكلم حد يا كشركه شباب؟ لا ولا لا، انت كبياع، كسيلز. انت كسيلز. لا في لا، حد يا برفع شباب على الدرايف. في من الشباب السيلز هنا معانا يقول لنا لو هو بيستخدم ابلكيشن معين يفيد بيه غيره برضو، بيحط فيه داتا العملاء كلها، ويبقى شايف فيه داشبورد كده تقول له مين فين امتى. لو حد مجرب حاجة زي كده يقول، لو كله شغال باكسل شيت خلاص. جربت حاجه صغيره كده كان اسمها يا ربي، مش فاكر اسمها أوي، لان ما عجبتنيش في الاخر، حسيت انها مش امانه. امم الداتا بتاعتي هتطير من عليها. أمم. بس انا اكسل شيت ودرايف بس انا اقول لك على حاجه برضو بصراحه، انا كعادتي يعني. قول. آه لو مثلا رايح عند لو شركه ومتحرك من شركه تانية، آه انا بس عمري في حياتي ما مسحت، علشان برضو دي حاجه مهمه جدا يا جماعه يعني. الريسبكت بتاع الشركات ده مهم جدا يكون موجود في السيستم. اولا حاجه الامانه. يعني لو مثلا لو معاك عميل تبع الشركه هي اللي مديهولك، ما ينفعش انك انت تاخده وتروح تشتغل بيه في شركه تانية، حتى لو عملت معاه علاقه كويسه. القوانين بتاعت الشركه اللي انت قاعد فيها او اللي انت هتسيبها وتروح لشركه تانية لازم تكون محترمها كويس جدا. الحاجه التانية دي حاجات لازم تكون موجوده في السيلز عندك. الحاجه التانية، آه، السيلز لازم يكون زي ما هو امين مع الشركه امين مع العميل. لو السيلز مش امين، هتبقى دي مصيبه جدا. لو هو طبعه ان هو مش امين، لو انت فاكر انك انت لو فاكر ان انا لو فاكر نفسي ان انا هضحك على العميل الفلاني اللي مش فاهم وبيع لي سولوشن غالي وهو مش محتاجه، صدقني انت مش كسبان البيع، انت خسران ربنا على فكره يعني. انا اكتر واحد من الناس اللي بتحترم سياسات الشركه حتى لو مش عجباني. لو قاعد في الشركه مش عجباني، انا عمري في حياتي ما هغلط فيها، بس ممكن احكي مشكلتي لحد اكبر مني واعلم مني بحيث ان هو ينصحني امشي ازاي ولا اعمل ايه. لكن مش بمشي بقى سير على كل لسان في الشركه، سير على كل لسان. ده شركه وحشه وشركه وشركه وشركه، دي حاجه مش كويسه ومش محموده. يعني ممكن تلاقيني اقعد مثلا مع باشمهندس احمد، اقول له والله عندي مشكله واحد اتنين تلاته احلها ازاي. باشمهندس هيثم، انا عندي مشكله كذا كذا احلها ازاي. يبقى هنا انا بتكلم في مشاكل الشخصيه علشان اقيس الترمومتر بتاعي، هو انا اللي جاي على الشركه ولا الشركه اللي جايه عليا. طيب الشركه مش عاجباك يا سيدي، مش جايه على هواك، مش عارف ايه، عايز تغير، عايز لازم تسيبها بالحب. على فكره يا جماعه، انا اكتر واحد بعيش كونفيوزد في حياتي، لاني قبل ما اجي لكم اصلا دلوقتي انا قاري ثلاث تقارير طبيه، و... وقاري ثلاث اربع خمس ست تحاليل للناس من عيلتي وبره عيلتي، وفي الاخر جيت هنا عشان اتكلم في السيلز. ساعات برضو انك انت لما بتشفت كارير، انا ليه بقول كده؟ لان في ناس كتير جدا بتيجي تشفت كارير وتحن للكارير اللي فات. لا، انت لازم تختار دايركشن تجري فيه. يعني انا لما انا كنت شغال في الحكومه، كان عندي اوبشن ان انا اعمل حفظ للوظيفه واكمل حاجه تانية واسافر بره واعمل كل اللي نفسي فيه.
بس انا اخترت ان انا اقدم استقاله. قدمت مره واثنين وثلاثه واترفضت. ليه؟ لان انا كنت يعني معتبر من الناس الكوادر، كنت عملت حاجه قبل كده. فالوزاره علمت عليا ان انا كاد، وكنت عضو في مم. مجلس الاداره في النقابه. يعني انا كنت مم. نقيب كمان. طيب ده مم. مش سهل ان هو يمشي، لان ممكن لو وافقوا عليها من اول مره ارفع عليهم قضيه واخد تعويض والكلام ده. انا عملت ايه؟ انقطاع عن العمل. طب ليه؟ انا كنت بقص اي حبل يخليني افكر ابص ورا تاني. ليه؟ علشان اكون امين مع الناس اللي انا داخل عليهم. الناس اللي انا داخل معاهم دول وداخل عليهم شركتهم دول هيصرفوا عليا لحد ما يعلموني 5 شهور 6 شهور سنه علشان اطلع قماش. يبقى انا لازم اركز في الخامه بتاعتهم والمصدر بتاعهم عشان اطلعهم. الامانه واحترام. الامانه واحترام الشركه اللي انت شغال فيها، واحترام زمايلك، واحترام القوانين، واحترام انك انت وفي حاجه انت بتوصل ليها تضايق كل السلزجيه بيوصلوا للليفل ده، خلي بالك منه جدا جدا. هو ده العدو القاتل ليك. لما انت بتدخل في شركه وتلاقي نفسك اتشطرت وبسم الله ما شاء الله، تقوم باصص لنفسك كده، الله هم بيدوني كام الناس دي وبياخدوا كام؟ لا، انت ارتضيت في البدايه بالشكل ده، وفي الاخر انت ارتضيت بالمرتب ده. كمل لحد ما توصل رأس الاتفاق، او ميعاد رأس الاتفاق اللي انتوا اتفقتوا عليه. يعني انا مثلا رحت في شركه، قال لك يا باشا انا هشتغل معاك لمده 6 شهور وبعد كده نقعد نتكلم. انت في ال3 شهور طلعت يا عم اثار من تحت الارض، وبدأت تبيع والدنيا فتحت معاك بسم الله ما شاء الله. طيب ايه يا جماعه بقى؟ ايه يا باشمهندس هيثم؟ ما تشوفنا مم. بحاجه، ده احنا بسم الله ما شاء الله. لا، ده اصلا الطبيعي وده المتوقع وده المفروض انت تعمله. بس انت امتى تتكلم مع الباشمهندس هيثم؟ لما ترجع تقعد تتكلم معاه. حاجات في السيلز كتير ما بيعملهاش، كتير جدا في السيلز ما بيعملهاش، ومهمه جدا 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 لاصحاب الشركات ومتخذين القرار جوه الشركه اللي شغال فيها السيلز. إيه اللي هو ايه؟ انا رايح اتكلم مع الباشمهندس هيثم في مشكله ما. خلينا نقول معايا كوتيشن مش راضيه تمشي او لازم وده بديهي، بس انا للاسف لحد النهارده ما بشوفوش في كتير من الناس. لحد النهارده لسه بعلم الناس فيه، وممكن يكونوا شغالين في السيلز بقالهم 7 8 سنين او 3 4 سنين. الرقم واحد، لما تبقى داخل تتكلم في مشكله لازم تبقى عارف حيثياتها. اتنين، خد اقتراح معاك للمشكله وانت داخل. ارمي له المشكله وقول له اقتراحي كذا. طيب. ثلاثة، لازم تكون عارف الأرقام اللي أنت بتتكلم فيها. أربعة، لازم تكون عارف الأكونت اللي أنت بتتكلم فيه. يبقى أنت هتدخل تقول باشمهندس هيثم، يا باشمهندس هيثم أنا عندي مشكلة في الكوتيشن الفلانية، السولوشن بيتكلم في واحد من ثلاثة، توتال الفلوس بتاعته الكوست بتاعه كذا، المارجن بتاعه قد كده، الراجل ده عنده مشكلة كذا 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 كذا، أنا بقترح الحل كذا. انت كده جبت له دايره مغلقه. هو بقى يعمل ايه الباشمهندس هيثم؟ يا اما الباشمهندس هيثم يعمد الدايره المغلقه بتاعتك اللي انت حكيتها، يا اما يقول لك طب معلش كده افتح لي حلقه احط الحلقه بتاعتي. لا، مشيها بالطريقه الفلانيه. بس هو قادر يستوعب الفكره كلها ككل. لان المشكله عند بتوع السيلز، انا عندي مشكله في الاكونت الفلاني، ماله؟ مش راضيين يمشوا له الكوتيشن بتاعته. طب الكوتيشن بكام؟ يقوم ساكت كده يقول لك مش فاكر. دي كلمة ممكن تودي مستشفى العباسية. تيجي تقول له طب الاكونت مين؟ يقول لك يبين لك اسمه غلط او ناطق اسمه غلط. وخد بالك اسوأ حاجة مع العميل انك انت تنطق اسمه غلط. لو هتندهه باسم ابوه ما فيش مشكلة، بس تنطق اسمه غلط، تنطق اسم شركته غلط، تبعت له الميل وتكتب اسمه غلط. مشاكل. دي مشاكل صغيرة جدا وتقفل معاك الاكونت. تقفل معاك الاكونت. ليه؟ لان ده بيشوف العميل اقل من اهتمام. برضو احنا كنا عايزين كده ندخل